السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو اللي فات هضرنا فيه على 5 خطوات مهمة لتوفير المال لنا حنا كسيدات، نتمنى يكون عجبكم. والفيديو ديال اليوم غنهضروا فيه على موضوع من تطوير الذات. اختاريت موضوع ديال فن الصمت وكيفاش تعلمي تسكتي وتسدي فمك الا بغيتي اهداف كيتحققوا. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ديما كنلاحظوا ان الناس اللي كيهضروا بزاف قليل فين كيحقوا داكشي اللي كيهضروا عليه. عرفتي علاش؟ حيت بكل بساطه كتخلي هذوك الناس اللي انت كتعاودي ليهم مركزين عليك، يعني مركزين على دوك الاهداف واش درتيهم ولا لا. كاينه اللي ربما غادي تحسدك وما غتبغيكش توصلي داكشي اللي قلتي، وكاينه اللي هي غتسبقك لهذوك الاهداف وغاديرهم، ويمكن كاع يكونوا ما هامينهاش، ما عندها حتى غرض فيهم، ولكن ضد فيك غاديرهم. حيت ماشي كاع الناس بحال كاينين الناس اللي الله يستر كتكون حقوده وحاسوده غير هكاك بلا حتى شي سبب، كيكون قلبها كحل. واش عمرك حسيتي براسك ندمتي على شي هضره قلتيها بلا ما تحسي؟ مثلا اسرار بينك وبين الزوج ديالك، اولا بينك وبين عائلتك، عاودتيهم شي صاحبتك، جارتك، شي وحده مقربه من العائله وشاءت الاقدار وتخاصمتي معها. اكيد باش تستفزك اول حاجه غديرها غتعاود عليك في بلايص اخرين، ولا تعاملت معك وما عاودت لحتى حد، غيجي شي نهار وغتعايرك بهضرتك، الهضره اللي انت خرجتيها من فمك بخاطرك، حتى واحد ما ضربك على يديك، وديك الساعه فكايه من وحلتيها، ما عندكش فين باقي تراجعي، حيت صافي الهضره خرجات، ما يمكنش تمسحيها لبنادم من مخه ومن دماغه، صافي خرجات الهضره. علاش الله سبحانه وتعالى عطينا جوج ودنين ولسان واحد؟ باش نسمعوا اكثر ما نهضروا. حيت السكات كيعلمنا انه ماشي اي سؤال كيستحق الجواب، وماشي اي استفزاز كيستحق الرد عليه. حيت كاينه اللي بغات تجبد منك الهضره على شي حوايج مثلا هي بغات تعرفهم، كتسولك سؤال واحد كتجاوبي انت على 10 بلا ما تسول دوك الاسئله الاخرين، كتلقاك صافي طلقتي العينه للسان تاعك، مشيتي كتجاوبي على اللي بغات تعرف وعلى اللي ما بغات تعرف. جربي انت في البلاصه سوليها نفس السؤال، نفس داك السؤال اللي سولاتو لك، سولي عليها وشوفي واش غتجاوبك بديك البساطه باش جاوبتيها نتيا. غالبا لا. باش نقربكم الصوره اكثر غنعطيكم مثال ديال واحد جوج عيالات ساكنين في نفس الحومه، وحده فيها الهضره بزاف، كتجيب الخبارات ديال الحومه كامله، حيت كي كتلاقاي معها كتعطيك خبار دارها بلا ما تسوليها. الا غير بنتها اولا ولدها جاتو شي خدمه مثلا كتفضحوا، كلشي سيق ليه الخبار ويعرفوا بشحال كيتخلص، امتى كيمشي، امتى كيجي. تعاود حتى على الجيران، مثلا هادي ولدات، هادي طلقات، هادي تخطبات. ووحده اخرى كتلقايها من نفس الحومه كتبان لك داخله سوق راسها وساده فمها، ما كتسمعيهاش، ما كتفوتش معاك السلام بخير. ولا لقاتكم الظروف كاع وقفتي وهضرتي انت وياها ما كتذكر لك حتى شي حاجه خاصه بها ولا بعائلتها. الهضره اللي غدور بيناتكم غالبا غتكون على شي مواضيع اللي اجتماعيه، يعني شي حاجه بحال هكا وصافي. في نظركم شكون اللي غيكون عندها قيمه وواحد الهبه؟ واش ديك اللي غير كتبلبل وكتهضر بزاف وكتزيد حتى عباد الله حتى هما تهضر فيهم وتنمم، ولا الاخرى؟ هذا علاش الصمت في بعض الاحيان كيكون نعمه، كيعطيك قيمه وكيخلي الناس يحترموك اكثر. ولكن هذا ما كيعنيش انك تبقاي ديما غير ساكته، اكيد لا، حيت راه ضروري غنتلاقاو مع ناس في شي مناسبه مثلا شي عراضه، ما غيمكنش تبقاي على طول الوقت ساكته، بطبيعه الحال غتهضري، ولكن غتهضري في مواضيع اللي اجتماعيه، تربويه، اقتصاديه، المهم تكوني عارفه راسك اشنو كتقولي، يعني مواضيع اللي عندك عليها درايه وفاهمه فيها مزيان. غتهضري فيها وتعطي رايك في الموضوع وصافي. المهم فوتي الهضره على راسك، او بالاخص على مشاكلك وعلى اسرارك، مشاكل وليداتك، عائلتك، هادشي كامل غتخليه بعيد على الناس، حيت اولا هاد الناس ما غيفيدوك بوالو،
وثانيا غيوليو يعرفوا عليك اخبارك واسرارك وصافي. مش حاجه اللي غادي يزيدوها عليك اولا غادي ينفعوك بها، راه ما كايناش. ولا كنتي اختي من النوع اللي عزيز عليه يعاود الا طاح في شي مشكل باش ينفس على راسو، نصيحه من اختك، افضل واحسن حاجه ديريها هي توضاي وهزي صلايتك وسير اختي صلي لك واحد 2 ركعات يبكي فيهم حتى تشبعي. بكي على الله سبحانه وتعالى وعاودي ليه وشكي عليه، وكوني اكيده انك من ورا هاد 2 ركعات غتحسي بواحد الراحه وواحد الطمانينه، بحال الا هذاك المشكل صافي تحل. وان شاء الله غادي تحل، كلشي عند الله قريب، ما تلتجئي لحتى واحد، حيت الله هو اللي بيديه كلشي والقادر على اي حاجه كيف ما بغات تكون. وبهكا غتكوني سترتي سرك وحتى واحد ما ساق لك الخبار. نتمنى الفيديو يعجبكم. وكخلاصه الفيديو ديالنا، التطبيق هو كلشي، حيت الا بقيتي كتقولي ما غنبقاش نعاود على راسي وغنحافظ على اسراري وغنسد فمي، وكتلقاك في اول لقاء ليك مع الناس عاوتاني كتلاقيتي معاهم رجعتي لنقطه الصفر ونفس القاعده وبقيتي تاني كتبلبلي، فراك ما عمرك غتغيري. خاصك تطبقي باش تحقي هادشي وتعودي عليه. شكرا للمتابعه ديالكم، ما تنسونيش من التشجيع ديالكم ومن اللايك والبارطاج والمتابعه. الى الفيديو الجاي ان شاء الله.